تعالوا نفكر شوية في حاجة غريبة. احنا دلوقتي في زمن كل واحد فيه بيشارك كل حاجة عن حياته على السوشيال ميديا. صور، بوستات، ستوريز، كل حاجة وكل لحظة. لكن في ناس عمرك ما هتلاقي لهم صورة على النت، لا ستوري، لا بوست، لا حتى صورة قديمة من المدرسة. وده مش لأنهم عايشين حياة سرية ولا عندهم حاجات يخفوها. الموضوع أعمق شوية. الموضوع كله عن النرجسية والخصوصية. النرجسي مش دايما اللي بيحب يلمع نفسه. أحيانا النرجسي الحقيقي هو اللي بيختار يختفي عن الناس ويحافظ على صورته وهويته، لأنه فاهم قيمة التحكم في الانطباع العام. تخيل معايا، في ناس عندها ثقة بالنفس عالية جدا، لكن لما تيجي على الإنترنت مش عايزين يظهروا. ليه؟ أول سبب التحكم في الانطباع. هو عارف إن الناس لما يشوفوه بطريقة معينة هيكونوا رأي معين عنه، فالتحكم ده بيبدأ من اختيار إيه يظهر وإيه يفضل مخفي. تاني سبب حماية الهشاشة الداخلية. رغم إنهم واثقين جدا من نفسهم، جوه في جزء حساس جدا، والخصوصية وسيلة حماية. تالت سبب القيمة بدل الكثرة. مش محتاج يثبت نفسه لأي حد، وجوده وقيمته مش مرتبطة بعدد اللايكات أو التعليقات. الخصوصية بالنسبة له قوة مش ضعف. بالمثال الواقعي، في ناس مشهورين مش بنشوفهم كتير على النت، مش خجل ولا كسوف، ده ذكاء اجتماعي. هم عارفين إن التحكم في الصورة اللي الناس هتشوفهم بيها أهم من مجرد التواجد على الإنترنت. الفرق بين الخجل والنرجسية الرقمية كبير. الخجل يمنعك تتواصل، لكن النرجسي الرقمي قادر يظهر ويتفاعل، لكنه مش محتاج يوري كل حاجة. ده اختيار واعي. تحكم النرجسي في الانطباع مش بس على النت، ده كمان في الحياة الواقعية. ساعات بيكون اجتماعي جدا، لكن بذكاء بيختار مين يعرف عنه ايه، وده يخليه دايما يسيطر على صورته وهويته. تخيل لو كلنا نشرنا كل حاجة عن حياتنا، الناس هتحكم علينا من أول صورة، أول بوست، أول تعليق. النرجسيين عارفين ده كويس، وعلشان كده هم بيختاروا الخصوصية، لأنها تحميهم وتديهم السيطرة. من الناحية النفسية، الحفاظ على الخصوصية بيعكس ذكاء عاطفي. الشخص اللي بيقدر يتحكم في معلوماته ويختار يظهر إيه، مش بس بيحمي نفسه من النقد، لكنه كمان بيخلي وجوده له قيمة. كل ظهور ليه له معنى. السيناريو كده: واحد عنده أصدقاء كتير على النت، كل يوم بيشارك، لكنه مش بيحب يظهر. بيشارك هواياته أو رأيه في موضوع معين، بس مش عن حياته الشخصية. الناس ممكن تقول عنه غامض، لكنه ببساطة ذكي، يعرف إن الخصوصية أقوى من كل اللايكات وكل التعليقات. النرجسيين أحيانا بيستمتعوا بالغموض حواليهم، بيلاقوا متعة في إن الناس تتسائل عنهم. ده جزء من السيطرة على الانطباع. كل ما الناس حاولت تعرف أكتر، كل ما هو سيطر أكتر. في ثقافات مختلفة، حفظ الخصوصية دايما كان رمز للقوة والاحترام، مش عيب. وده بيرجع للسبب النفسي العميق: السيطرة على الانطباع وحماية الذات. وفي الآخر، اللي مش بيحب يظهر على النت مش ضعيف، مش خجول، ده شخص واعي ذكي، بيعرف قيمة الخصوصية، وبيعرف إن أحيانا أقل ظهور هو أقوى ظهور. السيطرة على صورتك أهم من أي صورة على النت. وده درس مهم لأي حد بيحب يشارك كل حاجة عن حياته. مش كل اللي ظاهر أقوى، أحيانا الأقوى هو اللي ظاهر أقل.